اهلا بيكم اعزائي المشاهدين، حلقه جديده من صحتك بالدنيا. 4 عصرا بتوقيت القاهره، 2 ظهرا بتوقيت جرينتش، و5 عصرا بتوقيت السعوديه، ويومين على شاشه الفضائيه المصريه في نفس التوقيت. معانا طبعا دكتور يسري الحميلي، استاذ جراحه المخ والاعصاب والعمود الفقري. اهلا بيك يا دكتور، الحمد لله على سلامتك. اهلا وسهلا. اهلا بيك. دكتور كان غايب عننا اسبوعين، لكن الحمد لله مجالنا. الحمد لله على سلامتك، كنت عارفه انك تعبان شويه. هنتكلم النهارده عن الجديد في جراحات المخ والاعصاب، وبالاخص العمود الفقري كمان نبدا بيها. والله الحقيقه يمكن من الحاجات اللطيفه جدا في مجال جراحه المخ والاعصاب ان هو مجال متطور، يعني كل شويه بيبقى فيه جديد. يمكن ده بيبقى بسبب صعوبه المجال نفسه ودقه العمليات الجراحيه اللي احنا بنجريها، فدي بتتطلب كل يوم نوع من التحدي. يعني كل شويه بتلاقي حاجه صعبه جدا قدامك، فبتخلق روح التحدي دي موجوده لدى جراحين المخ والاعصاب او لدى العلماء في هذا التخصص. وده يمكن اللي بيخلي كل شويه بيبقى فيه جديد. هذا الجديد بيخدم قضايا مهمه جدا، هي قضايا شائكه في الاصل، وبيحولها ويطوعها الى انها تبقى يعني بطرق حديثه. ما بقتش الامور صعبه. طيب دكتور، جراحات العمود الفقري، جراحات المخ والاعصاب في مصر وصلت لمرتبه مرتفعه وعاليه من التقدم والتكنولوجيا. لو في مثلا تكنولوجيا او الات حديثه وصلت لمصر مؤخرا؟ يعني الحقيقه الحمد لله رب العالمين، ده من الحاجات اللي احنا كجيل حملناها على عاتقنا، ان احنا كان عندنا طموح واحنا صغيرين. كلنا لما سافرنا بره وشوفنا حاجات جديده وشوفنا فروق في التكنولوجي ما بين خارج مصر وما بين مصر، ساعدتنا طبعا ظروفنا ان احنا سافرنا واخدنا وتعلمنا وتدربنا في الخارج على اساليب وتقنيات حديثه. كان كل همنا ان احنا نجلب هذا التقدم وهذه التكنولوجي الى مصر. ويمكن في الاونه الاخيره الحمد لله كثير منا، مش بتكلم عن نفسي بس، يمكن كثير من ابناء جيلي نجحوا في ان هم يجلبوا هذه التكنولوجيا الى مصر. ويمكن احنا يعني الحمد لله رب العالمين بنعتبر من اكثر المجالات المتقدمه طبيا في الشرق الاوسط. يمكن احنا كمان عندنا، مش بس بقول في الشرق الاوسط، يعني حضرتك لو استثنيتي اكبر الدول تقدما امريكا، انجلترا، المانيا، اليابان، فرنسا، حطي بعديهم مصر على طول في مجال جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري. ده حقيقة. يعني احنا متقدمين جدا في هذا المجال، وكثير جدا من الدول المتقدمة اللي هي تعتبر من دول العالم الأول زي إيطاليا مثلا، أسبانيا، ما هياش بتقدمنا في مجال جراحة المخ والأعصاب. طبعا ده في جزء كبير جدا الحقيقة منه مجهود فردي لينا احنا كأفراد أو كأساتذة في الجامعات، إن احنا بنسافر كتير، بنحضر مؤتمرات كتير جدا، حريصين على ان احنا نستقدم ونستحدث مستشفياتنا بأجهزة ومعدات حديثة جدا. لكن ده برضو يعني من الحاجات الجميلة جدا في تخصصنا، ان احنا مواكبين تماما لما يجري خارج مصر. يعني انا مش بدعي، انا بقول يعني الحمد لله بكل ارتياح ان احنا لدينا، بنستطيع ان احنا نجري جميع العمليات الجراحية كما تجرى في الخارج تماما، بنفس التقنيات، بنفس الأجهزة، بنفس الأساليب العلمية، بنفس نسب النجاح. طبعا ما فيش حد بيبقى عنده نسب نجاح 100%. أكيد. يعني ما فيش حد بينجح 100%. ال 100% دي بتاعة ربنا بس. لكن نسب النجاح عندنا وصلت إلى المعدلات العالمية بتاعة الدول الكبرى زي أمريكا وألمانيا واليابان، وخصوصا في مجال جراحات العمود الفقري. طيب احنا عموما في انتظار تليفوناتكم اعزائي المشاهدين للاستفسار عن اي اعراض ليكم في مجال العمود الفقري ومخ الاعصاب. ومعانا اول اتصالين بالفعل، استاذ جمال وبعدها استاذ طارق. استاذ جمال اهلا بيك. حضرتك اهلا بحضرتك، اتفضل سؤالك. تسلم، الله يكرمك. بس انا كنت عايز اوجه للدكتور، انا حاليا عندي 66 سنه. ألف سلامة ليك يا الله أستاذ. يسلمك، تسلم يا بيه. وعملت عملية انزلاق غضروفي في الفقرات العنقية في 2006 شهر 9. أيوة. بعد منها بحوالي ما فيش، يعني بعد العملية برضو أنا ما استريحتش، فعملت برضو عملية تاني في 2007 في شهر 4 على أساس إن هي عملية توسيع ما بين من الفقرة الرابعة إلى الفقرة السابعة. وبالرغم من ذلك يعني حاليا ما زلت متكتف
من الوضع ده رغم العلاجات اللي انا خدتها. وبعدين في حاجه تانية في الفتره دي، وانا جيت اعمل اشعه رنين مغناطيسي بعد العمليه الثانيه، فوجئت بان قالوا ان في قطع معدنيه موجوده في نهايه مكان الترناء. فقالوا لي دي من الترناء. طب هي الاشعه ما نفعتش، عملت تاني اشعه مقطعيه اسمها المالتي سلايس 64. واخد بال حضرتك؟ بالرغم من ذلك الدكتور قال لي انت كده وصلت النهايه، لكن حاليا ما زال قالوا لي ان الحبل الشوكي ما زال قافش على العصب، هو ده اللي مكتف جسمي. الحاجه الثانيه ان انا عندي في الفقرات القطنيه الثالثه والرابعه شمال والرابعه والخامسه يمين. من حوالي سنه برضو عملت اشعه وده الدكتور قال لي الوضع اللي عندك ما يستحقش انك تعمل عمليه، واداني علاج. بالرغم من ذلك العلاج برضو بيتعب لي المعده. فانا سمعت حضرتك على اساس تقول ان في حاجات جديده او ده، لان لما جيت حاولت الجا لعمليه ثانيه بالنسبه للفقرات العنقيه قالوا لي هنخرج لك الاول الجزء اللي هو القطعه المعدنيه، وفي نفس الوقت بعد كده انت تتحمل نتيجه العمليه. لو احنا مدينا ايدنا تاني او عملنا لك عمليه تانيه انت تتحمل اللي هيحصل لك، يا اما كده يا اما كده. سيادتك فاهم وجهه النظر يعني. طيب اشكرك استاذ جمال. ميرسي. استاذ طارق اتفضل. استاذ طارق اتفضل. يا ريت توطوا التلفزيون شويه. استاذ طارق. وعليكم السلام. اهلا بيك. السلام عليكم. وعليكم السلام. اتفضل. لو سمحت انا كنت كشفت عند دكتور مخ واعصاب. ايوه. وقال لي انت عندك الفقره اللي هي الاولى والثانيه ضغط على العصب، وكنتش بقدر اطلع السلم ولا يعني انا سواق عامه يعني. سواق تاكسي. فبعدين قال لي ما تسوقش كتير وكده، واداني علاج. ارتحت على العلاج شويه بس لسه يعني تعبان برضه. يعني المشكله كلها عندك في الفقره الاولى والثانيه كده. الاولى والثانيه القطنيه طبعا. ضغط على اللي هي بتاعت العمود. فعملت اشعه بالرنين وكده يعني. الف سلامه ليك. سؤالك ايه بقى؟ انا عاوز يعني العلاج هياخد يعني هيطول ولا هسوق تاني ولا ما اسوقش؟ يعني انت ممنوع من السواقه اصلا يا طارق؟ الدكتور منعك من السواقه؟ قال لي ما تسوقش كتير يعني. ودي مهنتك الاساسيه؟ دي مهنتي الاساسيه. طب اعمل ايه؟ الف سلامه ليك. حاضر يا طارق. ميرسي. دكتور رد عليك. شكرا. نعم. استاذ جمال 66 سنه. هو بقى يعني بنتكلم كتير جدا في مجال الفقرات العنقيه، ودايما بقول الفقرات العنقيه من الحاجات المهمه جدا جدا. لو في اي تعب في الفقرات العنقيه العلاج المبكر، سواء كان هذا العلاج دوائي او علاج جراحي، بيفرق كتير جدا مع المريض، وبيفرق كتير جدا في نتائج اللي بيحصل عليها المريض والطبيب. وبالتالي مهم جدا اي مشكله في الفقرات العنقيه صعوبتها في انها بتاتي زاحفه، بتاتي بتدريج شديد جدا. المريض يبدا يحس بالام في رقبته، ثم ينسحب هذا الالم الى الم ما بين الكتفين، ثم ياتي بالام في الذراعين وتنميل وضعف وخزل في الايدين. وفي كتير جدا من الناس بتعتقد ان الفقرات العنقيه اي عمليه فيها هتؤدي الى شلل، وكثير جدا من الناس بتتقاعس وتتاخر في اجراء العمليات بالنسبه للفقرات العنقيه، وهذا التاخير لا يكون على الاطلاق في صالح المريض. كل ما بنقعد بنخسر، لان احنا عندنا حاجه بقولها كذا مره، هي ديناميكيه حركه العمود الفقري. يعني ايه ديناميكيه حركه العمود الفقري؟ يعني انا عندي الفقرات بتتحرك بمعدل محسوب وبدرجات محسوبه جيدا. لما تيجي عندي خلل في احد الفقرات بتؤدي الى خلل في منظومه الحركه بالنسبه للعمود الفقري. هذا الكلام خطير جدا في الفقرات العنقيه. لما بيحصل عندي غضروف على فقره او خشونه على فقره، بيبقى الموضوع في اوله محدود جدا على فقره واحده. لو انا صححته وصلحت هذا الخطأ كطبيب، ده بيؤدي الى ان باقي الفقرات تبقى كويسه والمريض يكمل حياته بشكل طبيعي. لما بيحصل ان المريض يسكت على مشكله في الفقرات العنقيه، معدل الحركه بيبقى خطأ على جميع الفقرات، وبالتالي السنه دي بيبقى عنده فقره واحده، السنه الجايه يبقوا 2، السنه اللي بعدها يبقوا 3، ثم بعد الغضاريف والخشونه يبقى في ضيق في قناه الحبل الشوكي. هذا الضيق يعمل ضمور في اعصاب الحبل الشوكي. مجرد ما بيحصل ضمور في اعصاب الحبل الشوكي يظهر على المريض في هيئه تيبس حركه الرجلين. المريض ما يبقاش قادر يحكم البول، قبل ما يدخل التواليت البول يفلت منه، وهو ماشي رجليه تبقى بتلف حوالين بعضها زي المقص، او يتكعبل في السجاده او في اي حاجه في البيت. والمريض اللي بيوصل للمرحله دي حتى لما بتعمل له عمليات جراحيه وبتنجح
بشكل منقطع النظير بتبقى غير مرضيه للمريض. ليه؟ لان هي غلطته انه قعد لحد ما يحصل ضمور في خلايا الحبل الشوكي التي لا تعوض. طيب عفوا يا دكتور، هو برضو كان بيقول نقطة مهمة جدا، ان هو راح للدكتور وقال له انت لو عملت عملية هيحصل لك يا كذا يا كذا، فهو ده تخويف برضو من الدكتور. ممكن يكون ربما الدكتور ده مش بيعرف يعمل عمليات جراحات مخ لا والله، أو عمود فقري. مش دايما الصورة بتبقى كده. الصورة العامة لدى الجراحين ان هو لما بيجي يقعد مع المريض ويشرح له العملية ويقول له انا عندي العملية دي، انا قصدي مش متخصص جراحة مخ واعصاب يعني او قد يكون متخصص يعني. بس احنا عادة بنقول للمريض بنديله النسب الحقيقية. افرض انا هعمل عملية خطيرة جدا في المخ او في الحبل الشوكي، وقعدت مع المريض وشرحت ليه وللي جاي معاه من اهله او ذويه ان انا نسبة النجاح عندي 80%. العيب اللي فينا ان احنا بنبص على ال80 وما نبصش على ال20. يعني دايما بيلام الجراح اللي طلع لو جبت 100 واحد عملت لهم عملية طلعت 80 واحد كويس و20 واحد مش كويس، بيبصوا على ال20 ويعاقبوه عقاب شديد جدا. فالناس الاطباء بتخاف، خصوصا في الوضع ده. انت بتبقى قايل للمريض عندك نسبة 20%، صحيح انت صادق وبتتكلم بالمعايير العالمية. الجراح العالمي اللي اخترع العملية دي نفسه لما عملها على 100 عيان 80% نجحوا و20 ما نجحوش، ومحدش في بلده لامه ومحدش لامه في الكتب، والناس بتحترمه وبتقدره. لما بيحصل مضاعفات في اي دولة، على فكرة احنا سافرنا كلنا، انا شخصيا طفت جميع دول العالم واشتغلت وشفت وعاصرت نتائج العمليات الجراحية عندنا ليست اقل من اي دولة متقدمة، وانا بقول الكلام ده عن نفسي ومسؤول عنه. ولكن المشكلة في ايه؟ الوعي لدى الناس. الناس هناك عندها وعي شديد جدا. انت بتعمل عملية بتكتب تقرير في العملية اللي انت عملته، وبتكتب تقرير بعد العملية انا عندي نسبة النجاح 95%. معنى كده ان انا يبقى عندي 5 حالات فشل مش بايدي، هي طبيعة العملية كده. ما هو انت ما تجيش كمريض تقعد لحد ما الامور تتفاقم الى اسوأ وضع ممكن ان يصل اليه مريض. دي ثقافتنا عموما. عارف حضرتك اي مرض احنا بنتسمع في المؤتمرات العالمية بره بايه؟ احنا كمصريين او انا شخصيا لما بطلع او القي محاضرة او اتكلم عن بحث انا عملته ببقى مصدر جذب للناس والناس بتسمعني. ما هو انا مش متقدم قد الامريكاني او ازيد من الالماني عشان يقعد يستمعني بانتباه في مؤتمر او في محفل علمي، لكن بيقعد يسمعني بانتباه. عارفه ليه؟ لان انا بعمل ورم في المخ حجمه 10 سم في 3 سم، هو عمره ما عمله. ما بيجيلوش حالات كبيره كده، بيجيله الورم متاخره. بالظبط. انا بدخل في تحدي كل يوم هو ما دخلوش، صح. وعايز يعرف لما يبقى التحدي لما يبقى عنده ورم بهذا الحجم يا ترى ايه النتائج. بيبقى منتبه جدا. ولما بتتعرض الصور والفيديوهات بيبقى منتبه جدا لما يلاقي عندي مريض عنده 3 غضاريف وانا ركبت في المريض ده مثلا 3 غضاريف صناعيه على 3 فقرات، لما اكون عملت مثلا تثبيت على 6 فقرات، لما اكون عامل مثلا مستأصل تجمع دموي في المخ او وحمه دمويه في المخ واخده نص حجم احد فصوص المخ. فبالتالي الناس هناك بتسمعنا. يعني عدم معاينه اداكوا خبره يا دكتور؟ طبعا ادانا. ما هو انا عايز اقول لحضرتك احنا يعني انا اكن للقصر العيني مدرسه طب القصر العيني التي هي اعرق من اي مدرسه تعلمت فيها، اعرق من المانيا ومن امريكا ومن اي حته ثانيه. ليه؟ لان في القصر العيني وانا نايب كنت بعمل اكتر من 4-5 عمليات في اليوم. وانا نائب في طوارئ القصر العيني في جيلي كنت بشيل طوارئ القصر العيني اعمل 6 عمليات في اليوم، ما بين كسر في الجمجمه، ما بين تجمع دموي، ما بين. فهذه دايما اي حد العرب زمان كانوا يبعتوا اولادهم الى الباديه عشان يتعلموا اللغه والحرب. فانت لو عايز تعلم ابنك كويس هتسفره يتعلم بره، بس خد بالك انه بره عمره ما هيعمل معدلات العمليات الجراحيه اللي هيعملها نائب في القصر العيني عشان الفلو عندنا. ويامنا كان برضو عدد المرضى بيبقى كتير جدا، فده بيتيح لك فرصه انك انت تتعلم زي المحارب اللي بيدخل المعركه يعني خلاص بقى عارف كل فنون القتال ومع ذلك كل الناس عندها معدلات نجاح وفشل. فعايز اقول ان هم الاطباء يا استاذ كان اسمه استاذ جمال معذورين، لان هم بيدوك الصوره. لابد ان تعلم ان هو الطبيب ده مهمته الاساسيه انه ياخد بايدك ويساعدك، وبيبقى حريص اكثر ما يكون على ان عمليتك تنجح.
طيب. ولكن هو بيديك المعطيات اللي على ارض الواقع. طيب احنا معانا تليفونين وهنرجع لطارق. خليك معانا طارق، هنرد على سؤالك. استاذ اسامه واحمد. استاذ اسامه اتفضل. عليكم السلام. أسأل ساعتك يا دكتور، آخر عظمة في العمود الفقري فيها ألم موجودة عندي ولي أكثر من شهرين. وبستخدم حاجات مضادات للالتهابات طبعا غير ذكر أسمائها، ساعتك أدرى بيها، مع مسكنات. وآخر حاجة بيقول لي الدكتور إن ممكن ناخد حقن كورتيزون، فعايز أعرف حضرتك إذا كان الكورتيزون مثلا في المنطقة آخر عظمة دي في العمود الفقري هل خطر عليها؟ وفي نفس الوقت هل في علاج مخ واعصاب عمود فقري ولا عظام؟ طيب تمام. طيب ميرسي. استاذ احمد. ايوه يا فندم. اتفضل. لو سمحت حضرتك بالنسبه للموضوع، كان عملت اشعه رنين مغناطيسي على المخ يعني، وقالوا ده في التهاب في المخ. في ايه يا فندم؟ ارتجاع. ارتشاح. التهاب في المخ. التهاب في المخ يعني. التهاب يا استاذ احمد. التهاب في جزء من المخ. طيب. وبعد كده حضرتك الاشعه وديتها الدكتور تاني قال ما فيهاش حاجه. فحضرتك دكتور اللي بيجي لي دلوقتي هو عباره عن ايه؟ مؤاخذه انا كأني شارب مخدر كده. ما بقاش مركز، ما فيش تركيز حضرتك. فهو الدكتور اللي هو قال لي ما فيش التهاب وكده كتب لي حقن معينه بتنشط خلايا المخ اللي هي ما بلاش نقول اسماء، بس انا عايز اسالك سؤال مهم جدا. اتفضل. الحاله اللي بتجي لك دي بتقعد قد ايه؟ لا بتقعد معايا طول النهار، بس اما انام بتروح. بس حضرتك مش مركز خالص، عامل زي اللي شارب مخدر. ايوه. مش مركز، مش مستوعب المكان اللي بتجيلك تحت ظروف ايه؟ هل لما بتجهد او تتعرض لمجهود ذهني او عصبي او حاجه؟ لا هي حضرتك كانت جات لي على طول، وبعد كده حضرتك لما خدت العلاج اللي هو الحقن ديت اللي هي المنشطه للمخ خفت شويه، وبعد كده دلوقتي عندي صداع على طول، وفي حضرتك يعني الم كده بيطلع في الجمجمه دلوقتي. عندك كام سنه يا استاذ؟ حضرتك 47. 47 سنه. عندك امراض مزمنه زي ضغط او سكر او حاجه؟ لا. بتمارس رياضه ولا لا؟ لا ما بمارسش رياضه. في وزنك تخين او حاجه؟ لا مش تخين، انا 105. وطولك؟ ما بتاكلش حاجات سمينه ولا حاجه؟ لا. طولك ايه يا احمد؟ حضرتك يعني حوالي 180. الف سلامه ليك. هرد على استفسارك. الاعراض اللي انت قبل ما ننسى بس ناخد احمد. الاعراض اللي انت بتشتكي منها دي اعراض قصور في الدوره الدمويه. يعني معدل انتظام اندفاع الدم الى المخ بيحصل فيه دروب او خلل، وعشان كده هتلاقي الاعراض دي بتجي لك في وقت تبقى طبيعي تماما. مش طبيعي ان يجي لك في السن ده قصور في الدوره الدمويه، خصوصا ان انت ما عندكش ضغط او سكر او اي امراض مزمنه. يبقى الموضوع كله انك هتعمل تحاليل تقيس نسبه الكوليسترول في الدم، وتراجع منظومه الاكل عندك، ولازم يبقى فيه رياضه. بعضنا لما بيبقى مريح ما بيعملش مجهود بيحصل نوع من انواع الارتخاء في الاوعيه الدمويه، قد يكون مصحوب بترسب لنسبه كوليسترول في الاوعيه الدمويه، فده بيفقد الاوعيه الدمويه المرونه العاليه بتاعتها، وبالتالي يجي لك لحظات من الغثيان، لحظات تنميل، لحظات خمول، يجي لك صداع، يجي لك دوار. كل دي اعراض قصور في الدوره الدمويه للمخ. طيب استاذ طارق، هو بيعمل سائق، عنده مشكله او الفقره الاولى والثانيه ضغطه على العصب، ويعني المفروض ان هو سواق. شوف يا طارق، هو يعني دلوقتي ما بقاش مسموح ان احنا نمشي على علاج لفترات طويله تتعدى خلينا نقول 3 شهور. يبقى بعد 3 شهور لو العلاج الدوائي ما وصلش معاك لمعدل ان انت ترجع تشتغل وتبقى طبيعي وتسوق وتشوف حياتك بشكل طبيعي، يبقى لابد من الحل الجراحي. الحل الجراحي مش مرعب ولا حاجة، لان احنا عندنا عمليات كتير جدا محدودة التدخل نقدر نعملها، وترجع تسوق بعدها وتبقى طبيعي وتعيش حياتك بشكل طبيعي. محدودة التدخل يا طارق يعني اعتقد هتبقى عن طريق مناظير او ميكروسكوب او حاجه بيركتينيوس على حسب الظروف اللي عنده. طيب اسامه كان بيقول انه عنده الم في اخر الظهر والدكتور نصحه انه ياخد كورتيزون. العصعص. هو ساعات بنحقن كورتيزون في المكان ده لما بيبقى فيه التهاب في الفقرات العجزيه، والفقره دي بتبقى متحركه بتؤلم المريض لما بيقعد او يطول في القعده. ساعات بنحقن كورتيزون، ساعات بنعمل تردد حراري، ساعات بندي بعض الادويه. وبالمناسبه انا كنت وعدتكم ان انا هتكلم عن التردد الحراري كاحد وسائل العلاج بالنسبه للعمود الفقري، ممكن نتكلم فيه. اوكي. استاذ سعيد من ايطاليا. استاذ سعيد اهلا بحضرتك. السلام عليكم. وعليكم السلام يا استاذ سعيد، اتفضل. انا بحيي الدكتور
الدكتور والله على نصايحه الجميله للمرضى بتوعه طبعا، وشكرا على اهتمامه. بس انا عندي كنت انا اتصلت بحضرتك من فتره كده. اتفضل. على ابني كان عنده كهرباء زياده في المخ تقريبا. المهم رجعت حاله، بس حاله خفيفه يعني مش زي الاول. انا عايز بس اطمن يعني ايه مده العلاج، اقصى مده علاج، وامتى يعني ممكن يبقى التدخل الجراحي او هو يبقى الحل. عنده كام سنه ابنك يا استاذ سعيد؟ نعم. عنده كام سنه ومن امتى بيجي له عنده 13 سنه. هي جت له في شهر 10، بس كانت جت له طولت معاه في شهر 10، وبعد كده مشي على علاج معين معروف يعني في السوق كله بدون ذكر اسماء. وبعد كده لما بعدها 6 اشهر عملنا تحليل اللي هو رسم المخ الثاني، فالدكتوره المعالجه دي احنا متابعين معاها قالت لنا زودت لنا نوع علاج ثاني، هو غالي شويه بس ايه يعني بص يبقى علاج مساعد. يمكن برضه استاذ الدكتور عارفه. بس انا الولد يعني انا خايف على مستقبله الدراسي. هل العلاج ده هيأثر على مستقبله الدراسي؟ هل هيأثر على ذاكرته؟ يعني هرد على استفسارك. حاضر حاضر استاذ سعيد، ميرسي ليك. بس بعد استاذ عبده. استاذ عبده اتفضل. نعم. اتفضل يا استاذ عبده سؤالك. عندي ابن عنده 17 سنه ثانويه عامه. عندنا صداع من شهر 3 2012. 2012 اكتر من دكتور. يعني هو عنده صداع مستمر؟ صداع لا مش مستمر على طول. بيجي امتى؟ ما بيجي الصداع بيسقط في كان الاول بيسقط في عينيه. بيجي امتى تحديدا؟ يعني الصبح ظهر بالليل؟ ما كانش له ميعاد. ملوش ميعاد. هل الصداع ده بيجي مصحوب باعراض اخرى زي زغلله في العينين او ترجيع او؟ لا ترجيع ولا كان زغلله في العين. الف سلامه لابن حضرتك. الله يسلم. طيب في سؤال ليك تاني يا استاذ عبده؟ طيب استاذ سعيد. استاذ سعيد العلاج اللي بياخده ابنك لابد ان احنا نستمر على العلاج على الاقل لمده 2 سنين. لما بينجح العلاج ويوقف التشنجات والموضوع يستقر، ده معناه ان احنا نستمر على الاقل لمده 2 سنين. لو ال2 دول الحاله مستقره فيهم تماما ومفيش اي نوبات تشنج، يبقى بنعمل رسم مخ كويس. رسم المخ بنبدا نسحب الادويه بالتدريج واحنا عيننا على الطفل. لو بدا يجي له الحالات هنرجع الادويه تاني. بعض الحالات المرضيه بتحتاج ان العلاج يستمر مدى الحياه ما تتخضش. معظم الادويه دي تم استحداث انواع كثيره جدا منها ما بتؤثرش على التركيز او الذاكره، وحتى لما بيبقى فيه نوع من انواع الخمول بيبقى وقتيا في بدايه العلاج، وبعد كده المريض بيتعود عليه ويقدر يمشي بيه مدى الحياه. والاهم من كده بالنسبه للسيدات في كثير جدا من الادويه تم اختبارها بتتاخد حتى مع الحمل والرضاعه وما بتؤثرش على الجنين اطلاقا، وتقدر المريضه تمشي عليها فترات طويله. هو كان اهم حاجه ان المريض ما يجيش في يوم يوقف العلاج من نفسه. صح، ده مهم جدا. وكمان هو كان خايف يا دكتور على المدى الطويل يبقى عنده مشكله في الذاكره. اطلاقا لا، ما بيؤثرش. حتى لما بيبقى فيه تاثير بيبقى تاثير وقتي وبيرجع ينتهي تماما يعني. طيب مش فيه تاثير. استاذ عبده ابنه 17 سنه وعنده صداع مستمر. غالبا ده صداع نوع من انواع، عندنا نوعين من الصداع، او نوع اسمه نوع الصداع التوتر العصبي. ده نشوفه في الولاد في سن المراهقه، نشوفه في الاطفال اللي بيتعرضوا للستريس، المذاكره والدروس وتغيير ساعات النوم واللخبطه والقلق النفسي والحاجات دي كلها. وده النوع اللي نعمل اشعاعات ما نلاقيش عند المريض حاجه، وده النوع اللي ما بيجيش بشكل منتظم، يجي النهارده الصبح يجي بكره الظهريه يجي يعني باحوال ممكن يكون في الثانويه فمتوتر شويه. بالظبط. ده غالبا نوع من انواع صداع التوتر العصبي. وعلى فكره صداع التوتر العصبي ممكن يجي نتيجه تقلبات الجو. يعني لو انا قاعد في تكييف وخرجت الجو حر جدا، وده بيحصل معايا كل يوم، يجي له صداع توتر عصبي. لو انا بشتغل ومش متعود على السهر واضطريت ان انا اسهر بالليل زياده، او قلبت الليل نهار والنهار ليل، يجي له صداع توتر عصبي. لان احنا كمان بيبقى عندنا هرمونات كتير جدا بتتفرز مع ضوء النهار. لو انا غيرت ليل نهار وقلبت هذه المنظومه تتلخبط هرمونات الجسم، يجي لي نوع من الصداع، يبقى صداع توتر عصبي. ده حله بسيط جدا، ان الطبيب بس طبيب المخ والاعصاب يحط ايده على السبب، بيدي بعض الادويه ويعرفه ان دي حاجه ما تحتملش، يعني ما عندوش اي حاجه عضويه، فبيبقى كويس بعد. طيب دكتور، نتكلم على التردد الحراري زي ما وعدتنا، ونقول قوي يعني ايه للمشاهدين يعني ايه التردد الحراري وازاي بقى بيتم معاملتكم معاه. هو التردد الحراري ده ببساطه شديده جدا انا بستخدم الكهرباء اللي هي التيار العالي قوي بتاع الكهرباء ده، بستخدمه بطريقه مقننه في ان انا اغير تركيبه الانسجه اللي انا بتعامل معاها. ازاي؟ يعني عندي انسجه
الأنسجة دي مصدر ألم، العصب اللي عندي ده مصدر ألم، والألم ده موجود نتيجة ان العصب ده حصل فيه تآكل، حصل ضمور، فبالتالي أصبح مصدر ألم مستمر. عايز أوقف يعني انبعاث الألم من هذا المكان، فأقوم مغير في تركيبة هذا العصب أو الخلية بأن أنا شبه أعمل لها كي بالبلدي. هو مش كي أو انصهار نقول شوية، نوع من استخدام الكهرباء ان انا اعمل كي لهذه الخلايا، بس كي مقنن عشان ما يضرش خلايا مجاورة، ما يضرش خلايا بتؤدي وظيفة، ما يضرش الجسم بشكل عام. فانا بستخدمه في العصب اللي فيه الألم بس، وبديه بنوبات او بدرجات معينة بتردد معين عشان يموت لي نوع معين من الخلايا العصبية، اللي هي الخلايا العصبية اللي بتنقل الألم، واسيب الخلايا العصبيه الاخرى اللي مسؤوله عن الحركه او بحط الالكترود او الحاجه اللي انا طالبها دي، اللي انا عايز اموتها. بعملها ازاي؟ عن طريق ابره، حاجه زي الابره وقسطره، ادخلها بمخدر موضعي واوصلها بجهاز يديني تردد، يديني نوبات كهرباء على هيئه دفعات صغيره متتاليه، واستخدمها. ممكن استخدمها في علاج الم، اشهر حاجه عندنا الم العصب الخامس اللي بنسميه ترايجيمنال نورالجيا. وده بنستخدمه ازاي؟ احنا بندخل بابره من هنا من فوق الناب، جنب الناب ما بين الناب والضرس، من فتحه هنا في العظم، بندخل على الجمجمه من خلال جهاز الاشعه اللي بيبقى في داخل غرفه العمليات، بندخل على نواه العصب الخامس ونعمل كي لهذه النواه بالتردد الحراري. دي حاجه من الحاجات اللي احنا بنستخدمها. طب نستكمل كلامنا عفوا يا دكتور بعد ميرفت عشان بقالها كتير على الخط. استاذه ميرفت اسفل تاخيرك. الو السلام عليكم. اتفضلي. عليكم السلام. ازيك يا دكتور؟ ازي حضرتك؟ اهلا بيك. اهلا وسهلا. انا كنت عملت عمليه من وانا عندي 14 سنه. كان عندي اعوجاج في العمود الفقري. ايوه. كان عاملها لي الدكتور الله يرحمه الغوابي من زمان يعني طبعا. الله يرحمه طبعا، من الناس المحترمه، بس يا ريت ما نقولش اسماء دكاتره. الله يرحمه، ما انا عشان متوفى بس. اتفضلي. طيب ماشي حاضر. فانا من ساعه ما عملت العمليه بصراحه انا كبرت بقى وجسمي نما واتجوزت وخلفت وجبت توأم، فحصل ان انا المسمار اللي انا مركباه اتكسر. طب يا ريت توطي صوت التلفزيون، اسمعينا من التليفون يا ميرفت. حاضر. فالمسمار لما اتكسر عامل لي ألم طبعا رهيب في ظهري. اوكي. فانا باخد مسكنات طبعا من زمان قوي ومش عارفه اعمل ايه في المسمار ده، خايفه ان انا اشيله اتعب اكتر ويحصل لي حاجه يعني مش كويسه. فافضل على كده ولا اشيل الجزء اللي هو المكسور اللي من فوق واخلي بقيته اللي تحت؟ الف سلامه عليك يا رب. كنت عايزه راي حضرتك. اوكي. هي طبعا نقطه مهمه جدا بتتكلم فيها. في انكسار الهاردوير او اي جهاز تثبيت او اي شريحه، بينقسم النوع ده الى نوعين. اما ان المريض يكون اتعمل له العمليه وتحط له عظام من جسمه مع عظام صناعي في مكان الكسر او الاعوجاج او المكان اللي احنا عايزين نعمل فيه تقويم، والعظم ده نما وعمل عظم قوي جدا، فاصبح العمود الفقري بتاعه قوي في الوضع الصحيح، قوي جدا في الوضع الصحيح، وبالتالي لما بيتحرك وبيتني ويفرد المسمار غير طيع الحركه، ما هوش زي انسجه الجسم، فبيحصل نوع من التحميل الزائد على هذا المسمار او الجهاز ويتكسر. وفي الحاله اللي زي دي لما بنعمل اشعاعات بنلاقي العمود الفقري في وضعه الصحيح وفي التئام كويس جدا والمسمار مكسور، بنغض الطرف المسمار ده ولا كانه موجود. طالما انا عندي الوضع متصحح والفقرات في وضعها الصحيح وعندي اتزان في الفقرات بشكل كويس، بنقول للمريض خد بالك المسمار ده زي حاجه ركبت، زي المقاول اللي بيحط خشب وبعدين يصب اسمنت وحديد، بعد شويه بيشيل خشب فخلاص ما بقاش له قيمه. هو كده بالظبط، طالما نجح في انه تحقيق الهدف ان الفقرات بس ما يعملهاش الام يا دكتور؟ يعني في الغالب ما بيبقاش هو مصدر الالم، بالغالب بيبقى في حاجه ثانيه. ده نوع. النوع الثاني ان المسمار او الجهاز يكون اتكسر بسبب التحميل الزائد عليه ورجع الوضع الى الوضع الخطأ اللي كان موجود، فبالتالي في الحاله اللي زي دي المريض محتاج ان احنا ندخل
نشيل الجهاز المكسور ونركب حاجه جديده ونصحح او نقوم العمود الفقري. هيبان ده ازاي؟ من خلال الاشعاعات اللي هي عاملاها. طبعا. طب نرجع نستكمل حوارنا يا دكتور عن التردد الحراري. كنت بتتكلم عن العصب الخامس بالتحديد. بنستخدمه بقى في علاج العصب الخامس، كي العصب الخامس، وده طريقه فعاله جدا لعلاج الام العصب الخامس لما ما بتستجيبش جيدا الى العلاج الدوائي. ممكن نستخدمه في ان احنا نعمل اذابه للغضروف. المريض اللي عنده انزلاق غضروفي في مراحله الاول والغضروف ده ما فرقعش. يعني ايه ما فرقعش؟ يعني ما حصلش انزلاق. ازاي يبقى في غضروف وما فيش انزلاق؟ مراحل تكوين الانزلاق الغضروفي مراحل متعدده. في الاول الماده اللي جوه الغضروف نفسها بتبوظ وتتغير طبيعتها فتعمل الام، والالام دي ساعات في بعض الناس بتبقى الام مبرحه. هذا القطاع ده قطاع صغير جدا من المرضى اللي ما بيجيبش نتائج في العلاج الدوائي والغضروف عنده ما فرقعش، ممكن نعمله تردد حراري لاذابه الغضروف. ممكن نعمله في ايه تاني؟ اشهر حاجه ليه في العمود الفقري هي الام التهابات مفاصل الحوض. اتصال مفصل الحوض بالفقرات هو بنسميه الساكرو إلياك جوينت. ده من المفاصل اللي ممكن تلتهب نتيجه الوزن الزائد، الناس اللي عندهم سمنه، نتيجه واحد عمل عمليه تثبيت فقرات واتنقل الحمل من الفقرات على الجانبين على الحوض، فبقى التحميل على مفاصل الحوض اعلى من المعدل اللي كان في الاول، فالمفصل ده يلتهب شويه ويبقى الامه شديده جدا ونحتاج نعمل فيه حقن بمخدر موضعي ومواد مضاده للالتهاب مرات ومرات، وفي بعض الناس ما بيخفش بسهوله وبيطول لفترات طويله جدا. ده بنعمله تردد حراري، والتردد الحراري بيبقى ناجح جدا في علاج مثل هذه الحالات. في حالات بقى يعني ربنا يحفظنا، المريض اللي عنده كانسر والكانسر ده اكل عصب، فاحنا محتاجين ان احنا نقطع العصب ده او نلغيه تماما عشان نريح المريض من الالم، لان الكانسر ده يعني هياخد وقت في العلاج الكيماوي او العلاج الاشعاعي او ملوش علاج ووصل الى مرحله نهائيه تيرمينال، فبنحتاج ان احنا نستخدم التردد الحراري. هنا بنستخدم ابره التردد الحراري لانها بتبقى المريض ما بيتحملش انه يدخل عمليات ولا يعمل عمليه، في نفس الوقت بتبقى نتائجها سريعه جدا. بعض الناس بقى بتضخم في استخدام التردد الحراري، انك تلاقي دكتور ما هوش جراح، مش جراح مخ واعصاب، وجايب جهاز التردد الحراري وعمال يعمل عليه بروباجندا وينفخ فيه كانه هو ده بقى يعني ايه سفينه الفضاء اللي هتعالج كل حاجه، يعني ايه علاج مش عارف ايه بالتردد الحراري، لدرجه انك ايه بعض الناس تعتقد ان هو هيعمل عمليه ورم في المخ بالتردد الحراري. يا جماعه ما هواش كده. دايما ما تخليش حد يعني يضحك علينا او ياكل عقلنا. اللي بيعمل عمليات وبيصلح وبيعالج مشاكل المخ او الاعصاب او العمود الفقري هو جراح المخ والاعصاب والعمود الفقري. صح. اللي يعرف يعمل كل الحاجات دي. ليه اللي يعرف يعمل كل الحاجات دي؟ لانه مش هيبقى متحيز لوسيله عن الثانيه. مش هيجي يقول لك عشان هو جاب الجهاز ده ودفع فيه مبلغ، هو عنده الاجهزه كلها اوريدي. بالظبط، هو عنده الاجهزه كلها وبيعرف يعمل العمليات كلها، هيختار لك الحاجه التي تتناسب تماما حالتك مع حالتك وبما يرضي الله. انما بقى واحد ما عندوش غير القسطره وبيشفط بقى الغضروف، لو جات له واحد عندها سرطان في الثدي هيشفط السرطان ما ينفعش. يعني لابد ان احنا يبقى عندنا برضو نوع من الوعي والتمييز. هتعمل عمليه او هتعمل حاجه في العمود الفقري يبقى جراح شاطر مش اي جراح. طيب معايا تليفونين، استاذ كرم واستاذه سعديه. استاذ كرم اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. بعد اذنك عايز اكلم الدكتور. اتفضل سؤالك يا استاذ كرم. عندي 26 سنه وعندي غضروف في الفقره الرابعه والخامسه. ايوه. فما كشفت كده في ناس بتقول العمليات يعني مش نتيجتها مش مضمونه، وفي ناس كده عندنا بيعملوا نظام العلاج الطبيعي وكده. طيب هو دكتورك قال لك ايه اصلا؟ الدكتور بيقول لي غضروف في الفقره الرابعه والخامسه. يعني طيب انت عايز تعرف ايه العلاج او ايه يعني ايه الوسيله اللي انت تستريح بيها؟ طيب الف سلامه ليك. طب ميرسي كرم. استاذه سعديه. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازي حضرتك؟ اهلا بيكي. اتفضلي. ممكن اكلم الدكتور؟ طبعا. اهلا بيكي اتفضلي. انا كنت عامله عمليه، كان عندي الغضروف بتاع الركبه، عملت فيه عمليه. فمن ساعه ما عملت العمليه انا عملتها عشان امشي، دلوقتي بقيت امشي نهائي
والم بقى، يعني عملت حضرتك جلسات كتيره وعملت كل حاجه يعني عايزه تعمل على الركبه عملتها. طيب اتفضلي، ايه مشكلتك؟ مشكلتي ان انا نفسي امشي زي الاول، اعمل اكل لاولادي في المطبخ زي الاول، مش قادره اقف خالص يا دكتور. الف سلامه عليك. حاضر، ميرسي. نفسي اعرف يعني ايه اللي في ركبتي بالظبط، او نفسي ان انا اعرف يعني هو انا عملت فعلا العمليه اللي بالمنظار ده عشان امشي، ما مشيتش. انت عملتي الغضروف ده في الركبه؟ اه. الف سلامه عليك. طب هتتصلي بالبرنامج وقت ما يبقى فيه استشاري عظام، لان الركبه مش تخصصي الحقيقه، وان شاء الله بيبقى فيه استشاري عظام في البرنامج. غضروف ركبه سعديه محتاج استشاري عظام، مش عمود فقري، اسفه سعديه، وان شاء الله يبقى معانا دكتور عظام ان شاء الله لاحقا. دكتور استاذ اكرم عنده 26 سنه وعنده غضروف في الفقره الرابعه والخامسه، وكشف وحد قال له علاج طبيعي وحد خوفه من العمليات. هي بقى اللخبطه في كده، انت بتختار ايه؟ لما بتروح لدكتور باطني بيعالج بالادويه غالبا هيبقى متحيز للعلاج الدوائي، يقول لك لا ما تعملش عمليه. وغالبا الناس بتروح لمين؟ بتروح لدكتور يعني انا اسف ان هو حد ما عندوش فكره عن الحديث، هو نفسه لو جاله انزلاق غضروفي مش هيعرف يتصرف ازاي، يعني هو متخوف لانه شاف عيانين عملت عمليات وجات له بصوره سيئه جدا، وما شافش الوجه الحسن وما شافش الحاجه المتقدمه. فانت على حسب الدكتور اللي انت بتختاره. اخترت دكتور متقدم ويا راجل يعني مواكب للتكنولوجي وعملياته ناجحه، وبص على العمليات بتاعته، يعني انت تقدر تعرف من نجاح الطبيب من مرضاه. هو بس يا دكتور يعني الواحد بيبقى متلخبط، يعني انا مثلا عندي مشكله في المخ، اروح لدكتور مخ واعصاب ولا دكتور جراحه مخ واعصاب؟ بيبقى الواحد ما عندوش وعي. لا، والناس ساعات بتقول ايه، بلاش اروح للجراح، اصل الجراح ده ماشي بالمشرط بتاعه، يعني هو هيعمل لي عمليه يعمل كلام مش صح طبعا. يعني هو انت بتختار بصفه عامه، حتى انت وانت بتشتري اي سلعه بتدور على التاجر اللي بيبيع لك السلعه دي راجل امين وكويس ولا لا، وراجل سمعته ايه. هو كده احنا بنرجع زي زمان. احنا دلوقتي في الوضع اللي احنا فيه ده بنرجع لايام المماليك. الناس بتعتمد على الكريديبيليتي بتاعتها او سمعتها وحسن اخلاق الانسان اللي انت بتتعامل معاه، وده معيار على فكره، يعني معيار مهم جدا وفي كل الدنيا. والوعي انت النهارده طبعا بتعرف نتائج اي جراح عالمي حتى من ايه؟ من شغله ومن نتائجه. وعموما طبعا الوعي لكل المرضى بيبقى شيء مهم جدا، والبحث عن الدكتور المناسب ده اهم حاجتين ممكن تبدا بيها علاجك. شكرا دكتور يسري حميري، استاذ جراحات المخ والاعصاب والعمود الفقري. نلتقي ان شاء الله على خير الحد الجاي. شكرا لكم اعزائي المشاهدين، نتمنى تكونوا استمتعتوا واستفدتوا من حلقتنا، وبكره ان شاء الله حلقه جديده مع زميله جديده وصحتك بالدنيا.